ازيكم عاملين ايه؟ يلا مع بعض نعمل النهارده وصفة سهلة وبسيطة وكلنا قاعدين عليها في الشتاء، كلنا كبار وصغيرين. ان شاء الله مش تبقى مكلفة وموفرة عن اللي بنجيبها برا بكتير، واطعم من اللي بنجيبها من برا بكتير. هنعمل ايه مع بعض النهارده؟ هنعمل السحلب. ومين فينا ما بيحبش السحلب؟ ومين فينا في الشتاء ما بيشربش سحلب؟ بنشتريه من بره غالي جدا، الكيلو ب60 او ب65. احنا هنعمله في البيت، مش ان شاء الله مش هيكون مكلف زي اللي بنشتريه من بره، وطعمه هيكون احسن وافيد من اللي بنجيبه من بره. المقادير بتاعتي كلها هسيبها لك في صندوق الوصف، عشان المقادير بالجرام وانا هعملها قدامك واقول لك الخطوات. انا اللي فضيته من الكيس ده نشا، تمام كده. نشا الذرة، الكمية اللي هتحبيها ضيفيها، تمام. ايه اللي في الكيس التاني ده كريم شانتيه، لازم تحطي عشان تحس بطعم السحلب بيكون حلو معاكي كده، زي الرز بلبن كده. هتضيفي عليه كريم شانتيه، يبقى انا معايا نشا ومعايا كريم شانتيه، دوبتهم مع بعض، قلبتهم كويس مع بعض، خليتهم يختلطوا كويس مع بعض، تمام كده. دول تذكرتين لبن بودرة، ولو كان عندي اكتر كنت زودت عشان ازود القيمة الغذائية وازود الطعم اقويه اكتر، تمام. فانا هزود مع تجيبي لبن بودرة سايب، هتجيبي 100 جرام لبن بودرة سايب، تمام كده. كامل الدسم. اللي يريحك حطيه. انا عندي تذكرتين، كيس منهم حوالي 20 جرام، انا لو كان عندي زيادة كنت زودت. بعد ما زودت اللبن البودرة هنزل عليه بتذكرتين فانيليا. عندك فانيليا اللي هي السايبة دي، هتنزلي بنص معلقة صغيرة عشان ما تمررش معاكي السحلب بتاعي، تمام كده. ايه تاني اللي هحطه؟ ده مش عارفة، مش فاكرة اسمه، بشر جوز هند او روح جوز هند من عند العطار، بتضيفي بس حبة صغيرين منهم يدوا ريحة كده للسحلب بتاعك، مش كتير، تمام كده. وهتقلبي كله مع بعضه. ايه تاني هتضيفيه عليه؟ هنضيف دقيق رز او رز مطحون. كمية قد ايه؟ برضو هسيبلك المقادير كلها بالجرام تحت الفيديو ده في صندوق الوصف. هتضيفي عليه ده، وانا نخلاه كمان بعد ما جبته من عند العطار، ده دقيق سايب من عند العطار ب5 جنيه، ربع كيلو دقيق رز. وهتضيفيه، عايزه تضيفي سكر بودرة هناك عشان يكتروا الكميه، في السوبر ماركت بتزودوا له سكر بودرة، انما احنا بنعمله في بيتنا فمش هنزود سكر بودرة، تمام كده. تمام، يبقى نشا، كريم شانتيه، لبن بودر، ريحه جوز الهند، ايه تاني دي، رز وفانيليا، تمام كده. وقلبيهم يا ستي الكل مع بعض، وجربي بقى طعمه بالطريقة اللي بتعمليه بيها على الكوباية معلقة من دي، وادعيلي طعمها وهم وهم وهم. هتلاقي الفرق، انت هتلاحظي الفرق بتاعك وهتحسي بطعمه قد ايه هو حلو. كمية موفرة جدا، طعمها احلى من اللي بره بكتير. اللي بره عشان يديك كمية كبيرة وبتهيألك انه يعطيك كمية كبيرة، فبيبقى مزود سكر بودرة انت مش بتحسي بيه، تمام كده. فاحنا بنعمله في بيتنا، مش هنضيف سكر بودرة. عايزه بقى تضيفي عليه سمسم ضيفي، عايزه تضيفي سوداني ضيفي، الحاجات دي المكسرات دي ضيفي، زبيب ضيفي، اللي انت عاوزاه ضيفي، بس احنا بنحبش عليه مكسرات فعملته ساده، تمام كده. بتحطي على كوبايه اللبن حوالي معلقه من دي، وحطيهم بقى على نار، سويهم بالطريقه اللي تعجبك. جربي الطريقه دي وان شاء الله هتعجبك، والله طعمها خطير، احنا جربناها. وعلى فكرة دي كانت أول مرة أعمل فيها السحلة بالبودرة في البيت، وقلت هجرب، لو طلع حلو مش هشتري من بره تاني، ما طلعش يبقى أنا ايه هشتري، والله العظيم خلاص كده احنا مش هنشتري من بره تاني، وخلاص احنا حبناه كده. فانت جربيه وإن شاء الله هيعجبك. بالهنا والشفا، باي باي.